السلام عليكم حبوباتي، بعد ما نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جيتكم اليوم بهذا الفيديو هذا اللي شحال وانا نستنى باش نحطه لكم. الله غالب حبوباتي طولت فيه خاطرش حبيت نعرف كامل الأسرار ديالو، وباش نعطيهم لكم خطوة بخطوة، وباش نقول لكم هي شنو هي الحاجة اللي تخليهم ينجحوا واللي ما تخليهمش ينجحوا. هاد لا فيديو هذا جيتكم بلي كراب كروستيون. هاد لي كراب كروستيون صعب باش ينجحوا لكم حبوباتي، وجيت انا وجبت لكم الطريقه وجبت لكم كامل الاسرار اللي يخليهم ما ينجحوش وما يجوكمش كروستيون. شوفوا هنا يا حبوباتي، راح نخليكم مع الصوت تاع القرمشه تاع هادوما اللي درتهم لكم مع الاول كامل، وراح نقول لكم واش نجح فيهم وواش لا. نتمنى يكون لحق لكم الصوت حبوباتي. راكو تسمعوا في هذه القرمشه هذه، ما تغركمش وما تقولوش بلي نجحوا لنا، باسكو هذه القرمشه راهي غير في الاطراف. تدخلوا للوسط تلقاوهم شويه معجنين، يجوا كروستيونت ماشي كروستيونت بصح، تلقاوهم معجنين لداخل. انايا بعد ما سيتهم بليزيور فوا عرفت وشنو هو السبه وشنو هو السر اللي يخليهم مقرمشين وماشي معجنين. راكو شفتوا بعد ما يقعدوا 5 دقائق يتعجنوا كيما شفتوهم. تبعوا معايا الوصفة حبوباتي وراح نعطيكم جميع أسرار النجاح ديالهم. نسحقوا الفارينة، عندنا نصري 3 حليب، مغرفة كبيرة تاع الزبدة راح نديرها الدوب. نسحقوا لافاني، 3 بياض تاع البيض و3 مغارف تاع السكر. ان شاء الله يكونوا المقادير مفهومين قدامكم. هذا واش نسحقوا. نعاود معكم المقادير: 3 مغارف تاع السكر يكونوا معمرين يعني ملاح، نسحقوا 3 بياض البيض، نصري 3 حليب، مغرفة كبيرة تاع لافاني، ونسحقوا مغرفة تاع الزبدة اللي درتها الدوب باش من بعد تيك تشد روحها. ما بيت نلحق للدور ديالها تكون شدت معايا روحها. هادوما لي كراب هادوما حبوباتي كي تشوفوهم يبانوا لكم سهلين، مي والله العظيم صدقوني ما حبيتش نحط لكم الوصفة حتى تأكدت منهم مليح باش نحط لكم حاجه من بعد تسيوها وتقولوا لا ما نجحتش معانا، راكي غلطه ولا عطيتينا وصفه فو. انا ما نحبش هاد العفايس. سيتهم 3 خطرات. الفيديو الاولاني حبوباتي جيت نحطه لكم في التفاصيل، وهي كانت مكتوب باش انا نعاود نجرب شحال من حاجه ونعرف كامل الاسرار ديالهم. اول سر ديالهم المورينغ لازم تكون هكذا، كي نقلبوا اليان ديالنا ما تعاودش تولي معانا الا عاودت ساحت، معناتها هاد لي كراب هادو ما راحوش ينجحوا معانا. تاني حاجه هي نحطوا الحليب هكذا، البياض تاع البيض نطلعوه مغرفه بالسكر، ما نديروش السكر على ضربه، خاطر كان نديروا السكر على ضربه راح يهبطوا لنا. وبياض البيض لازم يكون بدرجه حراره الغرفه ماشي في الفريجيدر. هذا السر الاولاني. الثاني الحليب نحطوه مع لافاني، تكون مغرفه كبيره يعني مملوءه مليح، ماشي مغرفه صغيره برك، مغرفه كبيره. والحليب لازم يكون بارد، ما لازمش تحطوه تخرجوه غير من الفريجيدر وتطلعوه ما حش يطلع لكم، لازم يكون بارد مليح. ولو كان ما يطلع لكمش هكذا معناتها الوصفه ماهيش حتنجح، لازم تكون هكا، لازم الحليب هكذا يطلع رغوه، ما لازمش يطلع غير تشوفوا شويه مبابل تقولوا خلاص خاطش ما حش ينجح لكم. سييتهم حبوباتي وما نجحوليش وراكو شفتوهم ووريتهم لكم. راح يكون القرمشه في الاطراف، الداخل تدخلوا تلقاوهم معجنين. الفارينه هنايا كي كيلتها لكم حبوباتي طاحت لي 7 مغارف، ماشي معمرين مليح وماشي فارغين كاع، يعني طاحت 7 مغارف. هنايا بعد ما طلع لي الحليب مليح مع لافاني قلبته في هذا الغيسيبيون، ورحت جبت الفارينه وبديت نزيد عليهم غير بالعقل. وهنايا حبوباتي حكمت هذيك الزبده وبديت نضيفها عليهم غير بالعقل هكذايا. بعد ما كملت كامل جبت الغيسيبيون ديالي اللي كان فيه الحليب ولافاني والفارينه. الفارينه هنايا طاحت لي 7 مغارف كيما قلت لكم، ما هم معمرين ما هم فارغين هكذا. وبديت ندخل في هذاك البياض البيض غير بالعقل، ما لازمش نزربوا حبوباتي. الا دخلنا بياض البيض بالزربه راح يهبط لكم كامل هذاك الخليط ديالكم وما راحش ينجحوا. والخطوه الاخيره يعني اللي تنجحهم مليح لازم تكون لاباط رقيقه كيما راكم تشوفوا هنا يا حبوباتي. اللي تحب تستعمل سباتشو وتعرف لها تستعملها، واللي ما تعرفش السباتشو دير هكا بالبانسو. يعني وريت لكم الطريقتين. دير هنايا انا كي درت بالسباتشو الاماكن الفارغه كملتها يعني كملتها بالبانسو، بصح نتوما الا ما تعرفوش تستعملوا السباتشو ما عليكم غير تستعملوا البانسو. تنحوا المقلم من فوق النار،
تنحوها، ما لازمش تكون سخونه باسكو كي تكون سخونه الخليط تمتم راح يطيب. تنحوها من فوق النار، تخلوها حتى تبرد مليح، وتبداو بس بالبانسو غير بالعقل تواسيو فيها. هنايا حبوباتي هاي ليك النتيجه اللي نتحصلوا عليها. لازم حتى نشوفوهم هكذا بداو يحمروا، نحوهم تمتم ونبداو نحطوا عليهم الشيكولا، خاطرش الشيكولا وكما تحطيهاش تمتم، شوفوا تمتم راهم بداو يتقرمشوا لنا. والخطوه الاخيره تاني اللي تخليهم ما ينجحوش حبوباتي، الحليب تاع اللحظه ما ينجحهمش، ما يطلع لكمش، محشي يطلع لكم. هذه وحده، لازم يكون حليب تاع شكاير. ثانيا شيكولا ما تخلطيهاش بالحليب، كاين بزاف اللي يقولوا لكم ما ديروش الزيت ديروا الحليب. لا لا، الشوكولا ما تزيدوا لها الزيت وتجريوها كيما تولي خفيفه، وما تزيدوا لهاش الحليب. تزيدوا لها الحليب راح تجيكم معجنه، الا زدتوا لها الحليب راح تجيكم معجنه. درتها انا وسيتها وزدت لها الحليب، خسرت غير الشيكولا هذيك. هذا ما كان، خاطرش جاوني في الاطراف مقرمشين، في الوسط جاو معجنين، خاطرش الحليب هذاك من بعد يشمخهم، وكي يشمخهم الحليب ما حيش ينجحوا معاكم. هادو هما الاسرار ديالها حبوباتي. بعد ما كملت كامل طبقات، درت 8 طبقات، نجيبوا هكذايا حاجه اللي نواسيو نضغطوا عليها هكايا حتى تولي بلا. يعني كي كملتهم كامل، هذا هو التزيين انني راح ندير شيكولا، راح ندير شويه فرز وشويه بنان واش كان عندي في الدار. وانتوما كل واحد ومقدروا حبوباتي. انا من داك ما يكونوش عندي حاضرين لا شيكولا لا فريزه لا بنان، ندير غير الشيكولا ونشبح بالحاجه اللي كتبها الله وراهي موجوده في البيت ديالنا. يعني ما تحبوا تخلوهم هكايا وحدهم، خلوهم كل واحد على حسب واش عنده في داره. التزيين يقعد اختياري. حبوباتي هادو هما الاسرار، راني قلت لكم الحليب تاع اللحظه ما حش يطلع لكم. عندكم شيكولا تديروا لها الحليب ولا تخلطوها مع حليب باش تولي لكم جاريه، راح ما ينجحوا لكمش، يقعدوا لكم معجنين في الوسط ويجوكم كروستيون غير في الاطراف. وثاني الحليب لازم يطلع رغوه. عندكم بياض البيض ما لازمش يعاود يولي معاكم بعد ما تقلبوا الغيسيبيون تاعكم بعد ما تطلعوه. هادو هما الوصفات، هادو هما الطرق ويعني طرق تاع النجاح ديالها. هادو هما حبوباتي. راكو شفتوا معايا، راح نخليكم مع الصوت باش تشوفوا القرمشه وتشوفوها من جميع الاطراف، يعني من الوسط من الاطراف من كاع البلايص تشوفوا القرمشه ديالها. وراح نخليكم تسمعوا تاني بعد ما تاكلوهم القرمشه اللي راح تكون فيهم. صدقوني حبوباتي، هاد الوصفه تبعوا كامل الخطوات اللي عطيتها لكم، جربوها ما راحينش تندموا، وراحين تحصلوا على وصفه خير متاع المحلات وتاكلوها الوقت اللي تحبوا بالكميه اللي تحبوها. وهنا يا حبوباتي ان شاء الله يكون لحقكم الصوت. سمعت لكم القرمشه بعد ما تاكلوهم من اول دواق جاي يذوقهم. هنا يا حبوباتي لحقت لافين تاع لا فيديو. ما بقى لي غير نقول لكم انتي ولا اول مره تشوفي لا فيديو ديالي عجبتك القناه والمحتوى ديالها، ما عليك غير تابوني، تفعلي الجرس باش يلحقك جديد، وما تنسينيش بالجام دوك 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 تهبطوا ديروه جام الى عجبتكم الوصفه. وانتم حبوباتي نتلاقاو في فيديو الجايه ان شاء الله بافكار جديدة إن شاء الله. يا ربي تستافدوا مني ونستافد منكم. ما تنساوش تدعموني وتبارطاجيو لا فيديو مع أحبابكم. سلام.